السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير يا رب. اليوم رح أعرض لكم طريقة الزجاج الغذائي اللي استعملته بكيكة البحار أو كيكة أعماق البحار. رح أعرض لكم إياه بطريقة كتير سهلة وبسيطة، بنفس الوقت بتحتاج لتركيز وانتباه كتير بالشغل. مكوناتها كتير سهلة بس طريقة الشغل رح تكون فيها كتير انتباه. أول شي عندي المكونات: كوب من السكر، 4 معالق من المي، معلقتين كبار من الجلوكوز. أول شي ضفت هون عندي كوب السكر وأربع معالق من المي ومعلقتين كبار من الجلوكوز. الجلوكوز بتلاقوه بمحلات اللي بيبيعوا مستلزمات الحلويات والكيك. بنخلط المكونات كلها مع بعض، بعدين بناخدهم على الغاز على نار واطية، على النار يعني هادية، وبنضل نحرك فيهم، ما لازم نتركهم. وأكيد إذا كان بدنا إياه بلون معين، بدنا ملون طعام. وللنكهة كمان أنا رح أضيف نكهة اللوز المر، وفيكم تضيفوا أي نكهة تانية مثل الموز أو البرتقال أو الأناناس. المنكه لازم يكون هو عبارة عن منكه زيتي، ما بصير المنكه يكون إنه مثلا فانيلا أو بودرة أو شي تاني. لازم يكون المنكه هو عبارة عن أساسه زيتي. حطيتهم هون أنا على النار، على النار هادية، وراح أحط جنبي هون، شوفوا عندي مي باردة مجمدة يعني. راح أحط بطبق صغير كمية من المي المجمدة لحتى أعمل عليها التجارب. هلا رح تشوفوها بالفيديو كيف، لحتى أعرف درجة الحرارة اللي رح نوصل لها المناسبة لتكون عنا الزجاج الغذائي. وأكيد مثل ما شفتوا ببداية الفيديو أنا مجهزة عندي السيليكون اللي حتى أمد عليها السكر بعد ما يجهز، لأنه بعد ما يكون جاهز عنا لازم نشتغل بسرعة، بينشف بسرعة وما بنحسن نشتغل فيه بعدين. هون صار له تقريبا دقيقتين كان عم يغلي. ببلش أجرب فيه، أحط كميات بسيطة بقلب المي، كميات بسيطة. أول شي بتدوب، لسه ما وصلنا للمرحلة المناسبة. كل مرة بنجرب، بعدين بتتشكل عنا كرة طرية، كمان ما وصلنا للمرحلة اللي مطلوبة. هلأ راح أفرجيكم إياها. هاي الفقاعات اللي ظاهرة بهاي الرغوة كلها بس يصير عنا جاهز كلها بتروح، لا تاكلوا هم، وبصير شفاف. أكيد لازم تنتبهوا ما يكون حواليكم أطفال أبدا، لأنه الحرق بالسكر كتير صعب وكتير مؤذي. وحتى انتبهوا لا تحرقوا حالكم. هون كمان جربت، رجعت مرة تانية، لسه ما صارت عندي، لسه الكرة كتير طرية. الزجاج الغذائي هو عبارة عن مصاصات بالنهاية، نفس المواد اللي بيستعملوها للمصاصات. في شيء اسمه سكر الإيزومالت، هي اللي بيكون أسهل بالشغل، بس بيكون كمان بنفس الوقت غالي وما له متوفر بكل الأماكن. لهيك اليوم عملنا هاي الطريقة، هي البديل الأسهل والمتوفر أكتر بالبيوت. مثل ما قلت لكم هو عبارة عن نفس المصاصات بنكهات وألوان معينة، بس الأشكال نحن بنتحكم فيها على حسب المطلوب وحسب الرغبة. في أشكال كتيرة. شوفوا هون بلشت تتشكل عندي الكرة الطرية. هون قربنا نوصل للمرحلة اللي نحن بدنا إياها. لازم ننتبه أكتر، وما بصير نتركه بدون تحريك. كل شوي لازم يعني كل دقيقة لازم نتحركه، ما لازم تتركوه على الغاز لحتى ما ياخد لون هيك أصفر ويخرب معنا. الفقاعات هاي الموجودة أو الرغوة، هاي الرغوة كتير إنه عادية وطبيعية، فبتروح قلت لكم بعد ما يصير عنا جاهز. بتضلوا بتجربوا، كل دقيقة بتجربوا لحتى نوصل للقوام المطلوب. القوام راح يكون قاسي. أول ما تحطوا الخيوط راح تتكسر معكم. هو أخد معي شغل تقريبا مدة ربع ساعة أو أكتر شوي، ومن أول التحضير لوقت ما خلصت ونشف أخد معي تقريبا وقت 3/4 ساعة. شوفوا هون بلشت تتشكل عندي خيوط قابلة للكسر. بنعيفهم بعدها على النار لمدة تقريبا 3 دقايق مع التحريك أكيد، وبنرجع بنجرب مرة تانية، لأنه بدي الخيوط تكون تتكسر، ما تميل معي، ما تميع يعني، بدي اياها تكون قابلة للكسر تماما. هذا هون عم بجرب للمرة الأخيرة لحتى أتأكد وأضمن إنه بعد ما أخلص كل الشغل ما تدوب عندي القطعة اللي راح أساويها.
من الزجاج الغذائي اللي راح احطها فوق الكيكة. بدي اياها تكون قابلة للكسر تماما. هون انا طفيت الغاز. هون لازم نحرك فيه كمان كتير منيح لحتى تروح كل هاي الفقاعات، ونضيف الملون والنكهة. انا قلت لكم ضفت عندي هون اللون الازرق، وراح اضيف كمان زيت اللوز المر. ما تكتروا كمان من النكهة لحتى ما تعطيكم النكهة غير مرغوبة، وبتعطي على مرار. نقطتين 3 بس نحط هون الملون والنكهة اللي بدنا اياها. بنحرك كتير منيح بسرعة بخفة، وبناخدهم على السيليكون اللي نحن مجهزينها من قبل، وبنصبهم فورا لانه راح فورا ينشف معنا، ونتعذب كتير بمده، وما بيعطينا الشكل اللي نحن بدنا اياه. شوفوا شلون راحت كل الفقاعات وصار كتير شفاف وكتير حلو شكله، ولونه كتير ممتاز وكتير حلو. انا هيك اخترت اللون لانه الكيكه قلت لكم اللي راح اعمل عليها هي كيكه اعماق البحار، فكان بدي اللون يكون ازرق. بتمدوه على حسب الرغبه وحسب الشكل المطلوب انتو بدكم اياه. شوفوا شلون بتمد معكم بسهوله، بس بنفس الوقت كمان بدي اخف كتير بالشغل لحتى ما تنشف. وانتبهوا لازم يكون سخن، وانتبهوا من الحرق كتير منيح. اكيد كلياتكم بتعرفوا الحرق بالسكر بيكون كتير صعب. هون اخذت قطعه رجعت وجربت لكم اياها كيف بتنكسر. في ملاحظة كمان كتير كتير مهمة، انه السيليكون اللي بدكم تحطوا عليها السكر بعد ما يكون جاهز ويكون سخن لازم تكون قابلة للحرارة، غير السيليكونات العادية. تقريبا بياخد معكم وقت ساعة لحتى ينشف. اذا كانت السيليكونة ما متوفرة عندكم فيكم تحطوا على اي صينية متوفرة، وتحطوا عليها كمية منيحة من الزيت لحتى ما يلزق معكم. شوفوا شلون بيصير شكله كتير حلو. انا زينت فيه هاي الكيك، عطاني شكل كتير مميز، وكتير الولاد بيحبوها. اصلا هاي المصاصات بتتاكل يعني بشكل كتير عادي، بتتكسر وبتتقسم للولاد. ولهون الفيديو بيكون خلص معي لليوم. لا تنسوا تحطوا لي اشتراك ولايك وتعليق، واهلا وسهلا فيكم جميعا، وانتظروني دائما بفيديوهات جديدة مميزة.